كنت تحكوا لنا مثلا عن اصحاب تروح مثلا تخطب بنت ويجوا يطلبوا منك مهر عالي او مثلا انت تجيبها وانت البنت بتحبها بنفس الوقت. صف التجاره هالايام ما اسمه جواز، اسمه نصيب. بدي اقول لهم بشتغل الابهات سووا ديسكاونت شوي، سووا تنزيلات شوي عن جد. لا والله العظيم سووا شوي تنزيلات. شو هي سلعه او هي سوق غنم يعني هون؟ شيء بندوره ولا خيار؟ يعني بيطلعوا لعندك بتروحوا تخطب، انت اخذ العيله مشان تخطب بالحلال، بس بيرجعوا لعندك هن بيطلبوا حق الحلال، ذهب، كل شيء بتصف. هيك اسمها تجاره، ما اسمها لا زواج ولا اسمها شيء. يعني راح بنتها حتى تروح تنستر، هاي ما اسمها ستره، انت عم تبيع بنتك بمصاري. يا ما انت ما عم تبيع بندوره ولا خيار ولا جبنه، انت عم تعطي بنت ماشي. سوي شويه ديسكاونت للشباب، حرام حرام. راح يصون عرضك يوم من الايام. يعني الواحد يروح ياخذ بنتك لحتى يتزوج بنتك يستر عليها، بس مو لحتى تروح تقدم لها اياها كتجاره تطلب. هلا انا عم بشوف مثلا كثير شباب عم بتروح لتجي تتزوج، اقل شيء عم يطلبوا فيه هو $10,000. يعني هذا الحكي، هي صف اسمها تجاره، ما اسمها انه زواج. واحد يزوج بنته حتى يستر عليها عند واحد ابن حلال يصونها، هاي الشيء ما اسمه زواج، هاي اسمه صار تجاره بالبنات، عم يتاجر ببنته. هالحكي خاصة هون في تركيا. هلا بجوز بالداخل بجوز بسوريا بجوز اقل شوي، بس بينما هون في تركيا يعني هلا حتى شفت شاب هون عم بيقول له ما حزوجك بنتي لانه ما معك كملك. يعني بحكي لك اياها من الاخير، انا تحياتي لكل الناس اللي شرفها لحد هلا صاينته وكل شيء بالحلال عم يمشوه، بس باقي الناس كلياتهم والله العظيم كل واحد عم يزوج بنته بحكي له يا انت واحد تاجر عم تتاجر ببنتك، عرصه ابن عرصه، ما تاخذها مع احترام الشديد للناس كلياتها. والله هاي وجهة نظرك، تفضل. يعني هو هذا مؤاخذة عم بيحكي انه عم يتاجر بالبنت وعم بيطلب ايش كان عم يطلب؟ مهر عالي يعني. بس هو يعني هو هي البنت مربيه عندهم في البيت، يعني هو بده يامنها عند هالشخص. ايش اليوم يجي يقول له انا ما عندي كملك بس جاي اخطب بنتك؟ طب انت بركي ترحلت، هي البنت وين بدها تصفى بعد ما تتجوزها؟ او لا فرضا يعني هو لا هو حط السبب عليه، هو حاط شرط عليه روح ما نعطيك لانه ما عندك كملك. تمام ما عنده كملك، يعني هذا اذا ترحل اليوم وين بدها تصفى؟ هي البنت بالشوارع، ترجع على بيت اهلها والشاب بده يضل بسوريا. من عند انت فيه على عينه وعلى راسي، بس انا بحكي لك اياها، اخرتنا رجعتنا كلياتنا على سوريا، هي بلدنا رح نرجع لها باليوم من الايام. نعم صح الحكي لا؟ يعني الواحد اذا سافر وين راح يسافر؟ راح يسافر على بلده، بياخذ بنت الحلال بيروح فيها على بلده. وين رايح؟ مو رايح على مكان غريب، رايح على بلده. يعني هي رايحه بلده، هو صحيح وين راح يروح له يعني؟ اخوي ما في شاب ما عنده بيت او اهل بسوريا او قرايبين او شيء، صح ولا لا؟ البنت بتشيل حالها وبتلحق جوزها اذا كانت بتحبه. هلا هو كلام صح، بس انه بسوريا مي ما في، كهرباء ما في. انا ابي بس كلمه، انا ابي صار له 4 سنين بسوريا، ما صار له شهر طالع لهون. قال لي ابي دير بالك بسوريا ما في لا مي لا كهرباء، المعاش الراتب الشهري $50، ايش بده يعمل؟ هلا انا واحد من الناس صار لي 16 يوم جاي من سوريا. لا عم بسمعوا هون شيء، صار لي 16 يوم جاي من سوريا. طبعا لا رحت واجيت يعني بتعرف تحكي تركي؟ ايه بس ولكن اللي عم بسمع اللي عم بشوفه هون غير اللي عم بروح اللي ما بشوف بعينه الحكي كثير. شعبنا بحب يحكي، واحد اذا ما راح شاف بعينه ما بيصدق. سوريا والله عايشين احسن من عيشتنا هون. اللي بسوريا بفكرونا هون عايشين ملوك، عم يشيل مصاري من واللي هون بفكروا اللي عايشين باوروبا عايشين ملوك. وين ما رحنا نحن السوريين اكلنا، وين ما رايحه غير على اللي مثلي ومثلك ومثل الشباب رايحه علينا. بس اللي ما رايحه عليه اللي بايع اصله وبايع شرف.